من تنتقل على غيرك وتوصيه على خبز ويوصل يمك، ها يا ابو فلان وين الخبزات؟ اوه راحت عبالي. هو بالي يطي الالف والالفين. شو يقول لك؟ يقول لك يا اخي نسيت، غير تذكرني انت يابا ما راح يدير الخبز مالك. عنده طحين وعنده تدور كهربائي وراح يعطيك خبزات بديري. لا خلف الله عليكم عمي، مو بعازة احد. شلون هالخبزه؟ عباكم ما نعرف نخبز مو؟ عمي مو بعازة احد، لا خلف الله على احد، حتى بهاي مخبازه عندنا. ايش عباك يا عمي؟ شنو جاي نلعب احنا؟ ايه قبل ما جاي نلعب. شوف عمي، شوف الخبز يابا. اللي ببالي لو تموت ما اعطيك حرف مال خبز. تعلم اخبز، تعلم اخبز، شوف رشه وبعدين دقدق هيش يمنى يسرى يمنى يسرى، يصير عندك خبزه مدوره. شرفكم خبز كاهي ومو خبز كاهي. امهات السحوره انت تنطبقين على صفحه الخبازات عليك كان الله. اعرف اخبز لو ما اعرف اخبز؟ اعرف اخبز لو ما اعرف اخبز؟ يلا حتى تشفه ما بيه، خاف تقولن. اقول لكم شباب، يمكن راح افتح لي مخبز ومطعم، شو خبز واعرف اخبز، طبخ واعرف اطبخ، كليجه كيك كل شيء اعرف اسوي والله العظيم. يمكن راح افتح لي مطعم، لا في المطعم راح اسوي لي مخبز. قد عندنا جوارين النوبه ولا مخبز عندنا بالمنطقه. شو تقولون؟ مشروع ناجح لو مو ناجح؟ عليكم والله. تعال خل اراويكم بجوارين. لاصدمكم بالجوارين، شوفوا كثافه الجوارين، شوف. وهنا المفاجاه الكبرى. والله بس يشطط يمي والله. حتى دي جي ايراني، دي جي ايران ما لكم علاقه فيها والله. حدود العراق ايراني. وهذا بيت مهجور، وهذا بيت اخوي، وذاك بيت اخوي الثاني ذاك. يعني بيع بس على اخواني. وبيع البواخر، ذيش البواخر شوفوها، ذيش البواخر الايرانيه ذي. بعد جاي تمشي شو تقول؟ اسوي لي مخبزينه وابيع حسب هيك.